السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بداية جديدة وحلقة جديدة من بداية موسم جديد في الدوري المصري، النسخة 67. كلنا عايزين نعرف هل ده كله اللي هيحصل فيه. هنتكلم عن ده وصفقات الأهلي والزمالك واللي أبرموها واللي الصفقات هتعمل ايه، وايه هي أهم الصفقات في كل نادي. نعرف الكرة دي مع حريف التحليل. يلا نبدأ بينا حلقة النهاردة. نخش سريعا في الموضوع، نخش في صفقات النادي الأهلي. النادي الأهلي حتى الآن اتعاقد في الموسم ده مع محمود حسن تريزيجيه، مع محمد علي بن رمضان، أيضا مع ياسين مرعي، محمد شكري، أحمد رمضان بيكم. 5 صفقات. بأشرف بن شرقي لو حسبناه، أحمد سيد زيزو. 7 صفقات. بن شرقي الناس مش هنحسبوه فهنطلعه. 6 صفقات. نروح على صفقات الزمالك: المهدي سليمان، محمد إسماعيل، شيكو بانزا، طبعا الفينا المهاجم البرازيلي، وده اللي هنعمل حلقة مخصصة ليه ونحلل كله اللي فيه. ولكن احنا بنعمل مقارنة بين صفقات الاهلي وصفقات الزمالك. على الجهة التانية نكمل كمان، هتلاقي كمان بعد التعاقد مع شيكو بنزا هتلاقي والفينا، هتلاقي ان النادي اتعاقد مع في وسط الملعب. ركز معايا في الكلام: ادم كايد. ادم كايد ده من احد اهم الصفقات اللي عملها نادي الزمالك. التعاقد مع احمد ربيع. دي صفقات نادي الزمالك. ان قارنتها بصفقات النادي الاهلي هتلاقي ان صفقات النادي الاهلي احسن وقوة، ولكن المقارنة على أرضية الملعب. أنا دلوقتي شيكو بنزا ولا تريزيجيه؟ تريزيجيه. ولكن شيكو بنزا عنده المسات السرعة عن تريزيجيه. تريزيجيه المهارة واحد على واحد بيعرف يعدي شبه شيكو بنزا، ولكن شيكو بنزا بيمتاز بحتة واحدة وهي حتة السرعة، وده اللي بيمتاز بيها شيكو بنزا عن محمود حسن تريزيجيه. النقطة التانية، لو أنت قارنت زيزو بالفينا هتلاقي ان الفينيا عنده المهارة احسن من زيزو، ولكن العرضيات والسرعات بيمتاز بيها زيزو. والراجل مصنف الفينا السابع على العالم في المراوغة. ركز معايا في النقطة دي: السابع على العالم الفينا في المراوغة. فدي تاني مقارنة. تالت مقارنة: ادم كايد ومحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان، ادم كايد كلنا ما شفناهوش، احنا سمعنا عن ادم كايد ولكن في الفيديوهات اللي بنشوفها بنقول لاعب جيد وخامة طيبة لنادي الزمالك، ولكن لسه. محمد علي بن رمضان كلنا متعودين عليه من ايام نادي الترجي التونسي، واهميه محمد علي بن رمضان في الترجي، وجه من روسيا. كان محترف هناك في روسيا الاول، وبعد كده راح المجر، وبعد كده رجع على النادي الاهلي. فبالتالي محمد علي بن رمضان بيمتاز. فمحمد علي بن رمضان اقوى صفقه في الدوري المصري انا شايفها حتى الان. ايضا نروح على من حيث قلوب الدفاع، هنلاقي ان النادي الاهلي جاب ياسين مرعي، هنلاقي الزمالك ضم محمد اسماعيل. ان قارنت الاثنين في الموسم الماضي هتلاقي ياسين مرعي متفوق، لان فرقه امبارح في المركز الكام؟ ناهل في المركز الخامس، لا على ما اظن في المركز السابع مظبوط. فبالتالي اذا الان ياسين مرعي كان موسم ناجح ليه بشكل كبير جدا مع فاركو. ده بالتالي اللي ادى لاداره النادي الاهلي ان هي ترجع في الخطوه والتعاقد مع ياسين مرعي. صفقه مدافع بشكل كبير جدا، سجل هدف في مباراه بوتروجيت وظهر بشكل جيد جدا. على الجهه الثانيه محمد اسماعيل واللي جاي من زد. اللاعب ده لفت انظار نادي الزمالك وكان على محطات النادي الاهلي، ولكن في بعض الخلاف حسب القيمه الماليه والحاجات ديت، وتم الذهاب من جديد الى تم الذهاب الى الزمالك من خلال مفاوضات مستمره وتم التعاقد معاه. نروح الى الحته الشمال: محمد شكري. محمد شكري حتى الان دي الصفقه للنادي الاهلي. ان قارنتها باحمد ربيع، احمد ربيع بيلعب ديفندر وباك شمال، فبالنسبه لاحمد ربيع ولا محمد شكري حتى الان في الموسم اللي فات احمد ربيع يتفوق على محمد شكري، نظرا انه كان بيلعب اساسي، نظرا لمحمد شكري كان عنده الاصابه واثرت عليه. فبالتالي احمد ربيع يتفوق بشكل كبير جدا على محمد. فبالتالي احمد ربيع يتفوق على محمد شكري. عبد الحميد معالي وايه كمان، وهنتكلم عنها في ايه؟ حذر فذر. مين اللي هيتكلم عن محمد شريف؟ عبد الحميد معالي ولا محمد شريف؟ حتى الان 100% محمد شريف، لكن عبد الحميد معالي وفقا لرئيس النادي المغربي اللي كان بيلعب فيه، مش متذكر عفوا النادي اللي بيلعب فيه، قال ان عبد الحميد معالي موهبه شاذه، والراجل سجل هدف في مرمى بروكسي في المباراه الوديه، وقدم مباراه حلوه في المباراه الوديه. انما شريف تالق في معسكر تونس وتالق هنا، سجل 4 أهداف مع النادي الأهلي. فبالتالي
ان قارنت على الاحصائيات هتلاقي ان صفقات النادي الاهلي تتفوق، ولكن الزمالك ب9 صفقات 10 صفقات داخلين كمان في اشبونج هيبقى 11 صفقه. فبالتالي صفقات نادي الزمالك هي الاهم. صفقات نادي الزمالك اهم بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان الزمالك كان محتاج الصفقات ديت مهمه بشكل كبير جدا. فبالتالي هنشوف الموسم اللي جاي هينطلق يوم الجمعه في تغطيات خاصه وحلقات للمباريات والتحليل كامل على قناه حريف التحليل. انتظرونا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.